يعني الراجل اتكلم بس ما قالش حاجة تانية خالص. شعارنا معروف، تناقشني اناقشك، تخالفني اقتلك. يقول لك فوائد الأنتخة ويا عم ريح الكنبة وفومو ويومو ووات ايفر مصطلحات كتير طلعت دلوقتي. هقعد افر كل حاجه في البلد يعني يا راجل كبر مخك. ودلوقتي على رأي يوسف شاهين قال لك احنا دلوقتي بقينا عالم ثالث، يعني احنا بقالنا قد كده في العالم واحنا دلوقتي بقينا عالم ثالث. The third world, Jesus Christ, I've been around 7,000 years. يا لهوي نحبطه وبرضه هنشتمه، ما تفهمش ليه تشتمه. برضه سكري، ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده. صباح الفل او مساء الفل عليكم حسب ما تعالى تسمعوني فيه، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مسرح الاساطير والافلام. مبسوط جدا ان في ناس تكتب لي كومنتات، الناس استفادت من الحلقات، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. وخلينا نبدا سريعا في حلقه النهارده بعنوان اسطوره الكهف او اسمها المشهور الكهف الافلاطوني. في حلقه النهارده هي مختلفه وهي مش اسطوره قوي على قد ما هي فكره فلسفيه طرحها أفلاطون، اللي هو كان واحد مشهور جدا للناس اللي ما تعرفش من الفلاسفة، ويعتبر من أشهر الفلاسفة اللي جم على وجه الأرض، وكان تلميذ لسقراط. أول حاجة محتاج أوضحها بس إن أفلاطون كان عنده مشكلة إن هو بيسعى ورا المثالية وليس الكمال. طبعا عارف حد فيكم هيسألني يقول لي إيه الفرق بين الاتنين؟ ما هو نفس الحاجة. أقول لك لأ، المثالية دي يا جماعة هي إيه؟ هي المثالية إن هي ترمز للشكل الأول أو الأساسي اللي ما تأثرش بعمل التحور والتغير، ومن ضمن الأمور دي إن هو كان دايما بيدور على معاني الكلمات والحاجة بدأت إزاي وهكذا. يعني مثلا ما هو العدل، او الفكره دي جت منين، او ازاي بدات الفكره دي وهكذا. فطبعا الناس سالوه يعني طب انت كلامك ده هنرد عليه ازاي او هتجيب منين الاشكال الصحيحه؟ فكان رد افلاطون ان الشكل المثالي او الاول ما زال موجود في عالم اخر، ولكن في عالم احنا كبشر ما نقدرش ندركه. زي مثلا اختلاف اشكال الكلاب موجوده في حياتنا باشكال كتيره، ولكن وانس ان انا شفت حاجه مشابهه للتكوين اللي انا عارفه عن الكلب هقول ايه ده كلب بس شكله غريب عليا. نفس الكلام مع السرير مع الكنبه، هشوفها مع اختلاف اشكالها في كل الدول هقول دي كنبه او سرير. ومن هنا الفكره ان احنا جوه دماغنا في الصوره المثاليه، ولكن زي ما قلت لكم احنا كبشر ما نقدرش ندركها. وقال لك ان المعرفه الحقيقيه او الصوره المثاليه بتوصل لها عن طريق التفكير والتمحيص، مش عن طريق الحواس اللي احنا كلنا بنستخدمها وشايفينها دي. ومن هنا بدات فكرتنا اللي انا لسه هتكلم عليها دلوقتي، ان هناك عالم او مكان في الافكار المثاليه دي والحاجات اللي هو كان بيتكلم عليها دي. وقال فكره خطيره جدا قبل ما نبدا، ان العالم اللي احنا عايشين فيه ده وفاكرينه هو الواقع ما هو الا محاكاه للعالم المثالي او العالم اللي فيه الاشكال الاوليه والمثاليه. ومن هنا بدات بقى قصه اسطوره الكهف او توريه الكهف او اليجري اوف ذا كيف. يعني افلاطون ده يا جماعه بيطلب مننا ان نتخيل ان احنا في كهف، تمام؟ وفي الكهف ده بنشوف ان في سجناء قاعدين ومربوطين وظهرهم لصخره كبيره، وبحكم انهم مقيدين وقاعدين في ظهرهم صخره كبيره فهم باصين لقدام دايما ما يقدروش يبصوا وراهم. ومن ساعه ما اتولدوا هم في المكان ده، وورا السجناء دول في نار كبيره، ولكن قبل ما النار دي توصل لهم في حد في النص بيعدي بحاجه اشبه باشكال او متاريس بحاجات الاشكال احنا عارفينها زي صوره الكلب صوره بني ادم وهكذا. فبيكمل يقول ان السجناء دول للاسف ما يعرفوش حاجه عن العالم غير اللي بيشوفوا على الحته اللي قدامهم، اثر تحريك بعض الناس للصور او الاشكال دي اللي بترمي الظلال قدامهم على الحيطه. فبيقول لك طبعا الناس دي ما تعرفش اي حاجه غير اللي انا قلتها لكم دي. بقول لك ولكن تخيل معايا كده، عارف اللي هو واحده وات اف زي بتاعت مارفل، ماذا لو حد جه فك قيود احد المساجين دول واخده من ايده كده قال له تعالى يا عم نطلع ايه للواقع بره. وبيكمل ويقول ان لو السجين ده حد اتفك ورضي يجي معاك وشاف النار والناس اللي بتحرك الحاجات دي هيرتبك وهيخاف، لانه طول عمره فاكر ان الصور اللي على الحيطه دي هي الحقيقه وهو ده الصح المطلق، وبيقول ان هو لازم يرجع للوضع اللي كان عليه عشان دي الحقيقه المريحه اللي هو عايش فيها. ومن هنا افلاطون قال لك ايه؟ ان الحاجات اللي في الحياه اللي احنا بنشوفها دي ما هي الا زي الظلال اللي البشر او الناس اللي كانوا السجناء في الكهف دول بيشوفوها. دي حياتنا، احنا بنشوف الصوره الحقيقيه ولكن بنشوف ظل منها، مش حتى انعكاسها، ظل منها فقط. نرجع بقى للافتراض وبيكمل لك نفترض انت فكيت اسره واخدته كده غصب عنه وطلعته بره الكهف خالص وشاف الشمس، تفتكر يكون رياكشن عامل ازاي؟ ايوه ده نفس انطباعه. اذا جت في وشك قويه مش هقدر افتح عيني من ضوء الشمس. المهم يعني بعيد عن التهريج، فبيقول لك الشخص ده هيحصل له ايه؟ عينه توجعه من زي ما قلت لكم من ضوء الشمس او من اضاءه القوه دي، وممكن كمان يتعمي، ولكن واحده واحده يقدر يشوف ظلال الناس، يقدر يشوف انعكاس الشمس في الميه، واحده واحده يقدر يبص للشمس او يقدر يفتح عينيه زيه زي بقيه الناس. ولكن بيقول سؤال مضحك قوي، ان في هذه الاثناء تفتكروا صحابه اللي في الكهف دول بيعملوا ايه؟ هيكونوا قاعدين بيتناقشوا لسه في الكهف عن انهي ظل اللي يطلع الاول او الظل ده ظل ايه. وهنا بيعمل اسقاط شديد وخطير على حياتنا، زي ما احنا بنقعد نعمل نتناقش حاجات تافهه مين كسب مين ومين عمل ايه، في حين العالم الحقيقي بيحصل فيه حاجات بره ما احنا نعرف.
وبرضه بيقول لك يعني صاحبهم اللي خرج هيبقى مهتم بحاجة أعلى بكتير وأهم من دي بكتير. وبكده نوصل لآخر افتراض في القصة دي، وهو ماذا لو السجين ده الحر الطليق اللي شاف الشمس وعارف الحقيقة حب يرجع للكهف تاني ويحرر زمايله، هيحصل إيه؟ أول حاجة سلام لما هيجي يخش هيلاقي الدنيا ضلمة، هيحس بصعوبة في الرؤية إنه يتعود على ضوء الشمس. ثانيا صحابه هيسخروا منه عشان مبقاش قادر يشوف في الضلمة أو مش قادر يميز الظلال اللي هم عارفينها. لا وكمان إيه لو حب يقول لهم طب بصوا وراكم يا جدعان، ما في إضاءات، في حاجات هي اللي موريها لكم دي الصور دي. قال لك إن ممكن الناس دي بسبب خوفهم من معرفة الحقيقة يقتلوا صاحبهم. عارفين يا جماعة، نظرة لخوفهم من المجهول أو خوفهم من الخروج من منطقة الراحة. حد يسألني طيب الأفكار الحقيقية دي جات لنا منين؟ هقول لك أفلاطون بيقول إن هي غريزية في الأساس أو بالفطرة، أنت بتتولد وأنت طفل الروح بتمتلك المنطق أو الفكر، أما الجسد المادي العادي بتاعنا ده يمتلك الحواس اللي يدوبك تستشعر العالم المادي، على عكس الروح التي سكنت هذا العالم من قبل. دي بقى كانت قصة الكهف الأفلاطوني أو أسطورة الكهف باختصار شديد. وده بقى ياخدنا لإيه؟ ده ياخدنا لأول نقطة معانا النهاردة، هي إن بعض الناس أو المؤسسات حتى السوشيال ميديا من ضمنهم أو المؤسسات الإخبارية عايزاك تفضل عايش في الكهف. تقول لي أنت شغال في نظرية المؤامرة، أقول لك لا والله مش نظرية مؤامرة خالص، ولكن ببساطة يا جماعة ده أكل عيشهم. أكل عيشهم إزاي؟ إنه يفضل مخليك تتغذى وتفضل موجود وتفضل قاعد تتابع، ده فلوس داخلاله، أكل عيش الراجل. هو نظرية مؤامرة ولا حاجة، هو بياخد مصلحة منك. زي ما كده كنا بنشوف كلنا زمان خبر وفاة الفنان فلان، مش هو الأسماء يعني، فهتلاقي يحصل إيه؟ يحصل جلب أو يحصل كلام عن الفنان ده ويطلع يكذب وهكذا، والناس تجيب الجورنال تقرا التفاصيل أو يفتح اللينك ويشوف إيه اللي حصل للفنانة الفلانية، ففي الآخر هو عمل إيه؟ جذب انتباهك وجراك على حتة معينة، فهو خد منك فلوس. أنت دخلت على الموقع عملت ترافيك وهكذا من غير ما اشرح، خلاص أنت الراجل كسب منك فلوس. حتى في السوشيال ميديا في ناس مش قصدي أي حاجة ممكن يعملوا فيديو تافه أو فيديو مستفز لمجرد الناس تخش تشتمه، فجزء من الناس اللي هتشتمني دي هتخش تسمعني بعد كده، خلاص كسبت جمهور شكرا. فتيجي تسألني مين المستفيد؟ أقول لك هم. مين المسؤول؟ أقول لك أنا وأنت، وضيعنا حياتنا وهو راجل عمال يكسب فلوس. فده نفس اللي كان بيحصل في الكهف، الناس قاعدة يفكروش هم أصلا جم ليه، إيه اللي بيحصل ده، هل اللي هم فيه ده حقيقي ولا لأ. في حد ما عمال يديهم أوهام أو يديهم أخبار ما أو معلومات ما وهو عايش على كده. حتى يا جماعة تلاقي تلاقي نفسك دلوقتي مسحول وتحس اليوم بيجري بسرعة جدا. مش فكرة بقى اليوم ما فيهوش بركة والكلام ده، لأ، أنت بقيت عندك حاجات كتيرة بتحاول تتابعها وتحاول تتابع وراها، تشوف الماتش الفلاني، تسمع خبر الفنان الفلاني، هتلاقي نفسك يومك ما بقاش في حاجة لنفسك أساسًا. وده ياخدنا إن أنت لو عملت حاجة ليها لازمة أو حاجة بتفيدك أنت شخصيًا، هتحس إن أنت مبسوط، هتحس إن أنت اليوم طويل، تحس الله ده اليوم ده أنا أنجزت فيه كتير. ولا حتى يا جماعة زي مثلًا نزولة مع أصحابك زمان أو عزومة عند أهلك whatever من الحاجات دي، كنت تحس إن أنت مبسوط أو تحس إن أنت بتقضي وقت لذيذ، عشان حاجة حقيقية مش حاجة وهمية زي ما حصل في أسطورة الكهف، إن أنت عمال تشوف ظلال لحاجة أو انعكاس لفرحة ما، فرحة حد تاني أو انبساط حد تاني أنت بتشوفه. تاني حاجة معانا النهاردة هي إن صناع القرار أو الinfluencers بيفكروني أوي يا جماعة بالناس اللي كانت في الكهف بتحرك الأشكال، شوية يخوفوك ويحسسك أنت لو ما قمتش هيفوتك ليه، يا نهارك أسود أنت لو ما قمتش اشتريت الحاجة دي أنت حياتك بايظة، لو ما قمتش جربت آيس باس دلوقتي أنت خلاص أنت كده مش صحي وفاشل في حياتك. يعني زي ما طلع ترند كده، لو انت لو ما قمتش خدت دش ساعه الساعه 3 الفجر ونزلت لفيت التراك واستثمرت نص مرتبك في البورصه كده انت خلاص هتضيع وهتعدي ال 30 وانت معنس ومعكش فلوس وفاشل ومضروب. يعني ما علينا. يعني وفي شويه تانيين منهم يا جماعه سوري لازم اكمل، يقول لك فوائد الانتخه ويا عم ريح على الكنبه وفومو ويومو وات ايفر مصطلحات كده طلعت دلوقتي بيحركونا بيها، او هو مش عايز يقول بيحركونا ولكن بيبيعوا بيها يعني. ويحضرني في هذا الموقف يعني جمله او زي ما بيقولوا افيه الرئيس الراحل حسني مبارك لما قال لك ايه، هقعد افر كل حاجه في البلد يعني يا راجل كبر مخك. الفكره يا جماعه كلها ان هم عايزيننا كلنا، وده برضه زي ما بقول مش نظريه مؤامره ولكن ده اكل عيشهم، عايزينك تفضل متابعهم تعرف هم بيقولوا لك ايه، يمشوا لك حياتك من الاخر. وده برضه شفناه في احداث شديده جدا زي القضيه الفلسطينيه، الناس تانية كانت بتعلن على ناس تانية، انت زي ما شفتش فيديوهات، انت زي ما عملتش، انت مش عارف، انت كده ضعيف، انت كده مش تابع القضيه. نفترض ان الشخص ده عمل كده، هل ده هيفيد الناس اللي بتتعذب دي والناس اللي في مأساة حقيقية؟ لا، ده مش هيفيد بأي حاجة خالص يا جماعة. ولكن خلينا نسأل نفسنا، مش يمكن الشخص ده اتبرع بفلوس؟ مش يمكن الشخص ده تطوع وراح مثلا يساعد لو هو دكتور او كده؟ في حاجات كتير احنا ما نعرفهاش. ولكن السوشيال ميديا والوضع اللي احنا بقينا فيه والعالم الجميل اللي احنا بقينا فيه مش وحش خالص على فكرة، بقى بطريقة كبيرة جدا سهل انت تحرك الناس او سهل انت تقلب الناس على حد
او زي ما بيقولوا تعمل بروباجندا على حد ما، مش بقول كده بحد ما في بالي والله، ولكن هي فكره جات لي في بالي يعني. ولكن هي المشكله انت ما تحسسش غيرك ان هو مقصر وان هو ابن تيت 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 لو ما عملش كده وكده وهمشي خد الدش بتاع الساعه 3 الفجر. وده بقى ياخدني للنقطه الثالثه، وهي خناقه الناس مع اللي شاف الحقيقه. نفس ما حصل في الكهف زي ما قلت لكم، لو الشخص اللي جه من بره ده قال لهم انا شفت كذا وكذا كذا هيقتلوه، عشان مش عايزين حد يقول لهم الحقيقه ومش عايزين حد يطلعهم بره الكومفورت زون بتاعتهم. الناس مرتاحين ومكبرين دماغهم يا راجل. وللاسف انا كنت واحد منكم وما زلت، ناس كتير مننا زي ما بقول تاني وتالت انا اولكم بنختار منطقه الراحه الكومفورت زون، ما بنحبش نطلع بره اللي احنا عارفينه، ما بنحبش نجرب اكل جديده. حتى في الشغل تلاقي اي حد مش عايز يجرب طريقه شغل جديده لمجرد ان الطريقه اللي هو فيها دي نجحت ومشيها، مع ان ممكن الطريقه التانيه تنقلك في حته تانيه خالص. والمشكله ايه، حتى لو حد دلوقتي جه قال لك فكر او يا سيدي طب ايه رايك في الراي ده، سواء في الدين سواء في السياسه سواء في اي حاجه في موضوع اجتماعي في اي حاجه بسيطه، هتلاقي الناس ايه، سب ولعن وهنطلع تلاته تاتا وهنموتك لو في يا جدعان في ايه، الراجل قال رايه الراجل قال رايه خلاص، ممكن ما تسمعلوش. او يا سلام بقى، يا سلام لو عمل حاجه مختلفه عننا او عمل حاجه بطريقه ما هو الراجل عايز يعملها كده، يا لهوي نحبطه وبرضه هنشتمه، ما تفهمش ليه نشتمه برضه سكري، ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده. ونضربه ونعمل كل حاجه. وزي ما قلت ممكن حتى نوصل للقتل او الايذاء الجسدي، ودي مصيبه يا جدعان احنا بنبقى عايشين فيها. يعني الراجل اتكلم بس ما عملش حاجه تانية خالص. وعلى راي الراحل المبدع يعني جلال عامر، شعارنا معروف، تناقشني اناقشك، تخالفني اقتلك. على قد ما الجمله دي مضحكه ولكن في ظل الظروف دي محزنه جدا بصراحه. وده ياخدني لختام الحلقه، ودي مش نقطه معانا. يعني يا جماعه بلاش تاخر وبلاش قعده في الكهف وبلاش يعني ايه نقعد نتكلم كلام ملوش فايده، ولكن خلينا نفكر هم فين واحنا فين. يعني كفايه خناق مع بعض وكفايه تزويد على بعض وزيادات على بعض في كل الامور دي. كل واحد فينا يا جماعه ليه قدراته ويقدر يعمل اللي عليه. في زمان احنا كنا مصدر الحضاره والثقافه، شوف دلوقتي احنا بقينا فين. وللاسف بص، افلام امريكي، تعليم انجليزي، عربيات الماني، مخبوزات فرنساوي، واللي هو يا جماعه مش والله ما عنتظر، لكن الناس دي كانت بتشتغل عندنا زمان. ودلوقتي على رأي يوسف شاهين قال لك احنا دلوقتي بقينا عالم ثالث، يعني احنا بقالنا قد كده في العالم واحنا دلوقتي بقينا عالم ثالث. The third world, Jesus Christ, I've been around 7,000 years. فاتمنى والله ان نعمل حاجه حقيقيه، واتمنى والله البرنامج ده يكون زي ما قلت دايما مفيد لحد ما، او يديله اي حاجه ممكن تفيده في الحياه، وحاجه لما حد يشوفها بعدين يقول الراجل ده عمل حاجه كويسه. يعني اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم. كالعاده انا كنت معاكم عمر الدش من المسرح الاسطوري والافلام. سلام.